يوم جاء الربيع العربي وموجود والظلمة موجودون، منهم من هو كافر لا نشك في كفره، مثل نصيرية، ومثل من؟ ومثل القذافي، اللي يقول للناس، يقول للشباب اللي عنده اللي كانوا ملتحين، يقول أنتم تقلدون محمدا بهذه اللحية، اتركوا محمدا وقلدوني، محمد كان عربي بدوي، هكذا يقول لهم، نسأل الله السلامة والعافية. هو طاغية مجرم، لكن هل كان عند الناس قدرة؟ أسألكم يا أخوان، عند الناس كان قدرة؟ كم قتل وكم انتهكت الأعراض، وفي النهاية لم يستطيعوا عليه إلا بأي شيء؟ بطلب التدخل من الكفار. من اللي تدخل؟ منهم؟ جيش الإسلام، رابطة العالم الإسلامي، الدول العربية. من اللي تدخل؟ تدخل النيتو بزعامة فرنسا وبريطانيا. طبعا فرنسا وبريطانيا هذه الحكومات من أشد، اللي هي حكومة ساركوزي وكاميرون في ذاك الوقت، من أشد الحكومات التي كانت تحارب انتشار الإسلام في أوروبا. تصوروا صرنا نجلب الكافر ونجيبه لبلادنا وندفع له فلوس عشان يغزونا. لما جاء المستعمر قبل 70 و80 سنة ماذا فعل به المسلمون؟ وش فعل به المسلمون؟ أخرجوه وقاتلوه حتى خرج، أليس كذلك؟ طيب صرنا شو نسوي؟ ندفع له الفلوس عشان إيش؟ عشان يجي. الله أكبر على الربيع، يا سلام. ثم بعد ذلك سقط القذافي. طيب يوم سقط القذافي، من أول من نزل وحطت رجله على مطار طرابلس من يوم ما سقط القذافي؟ من هو؟ ساركوزي وكاميرون، رئيس وزراء فرنسا ورئيس وزراء بريطانيا. ليش جو يا أخوان توقعون؟ إيش جايين يسوون؟ يهنئونهم؟ يقولون مبروك عليكم طاح القذافي؟ ولا جايين يستلمون الفاتورة؟ جاءوا من أجل أن يقبضوا الأموال عن طريق عقود ربما تظل 100 سنة أو أكثر. طيب الآن ما حال ليبيا يا أخوان؟ الحين لهم 2 سنين. هل رأيتم الحكم بالشريعة اللي كانوا يقولون هذا جهاد للحكم بالشريعة؟ أم أن لا ما عد نسمع أحد أصلا يذكر هذا الشيء؟ والآن في ليبيا كل يوم اقتتال، وكل واحد يبغى شيء وش يأخذه به يا أخوان؟ يأخذه بسلاحه، بالقوة.